أصبحنا احنا الدولة الأولى حاليا والوحيدة لإنتاج الأنسولين، القلم تاع الأنسولين والكاشف لداء السكري وما يتبعهم. يعني هذه أمور علمية، هذه ما تجيش سودا هكا، تجي من بعد أرضية، والأرضية اللي راكز عليها هذا الإنتاج وهذا التقدم أرضية صلبة. نبدأ سنة 2026 من حيث أنهيناها مع أكاذيب وحماقات الرئيس المعين عبد المجيد تبون وكوارث النظام الجزائري والمزبلة اللي هي الجزائر اليوم تحت حكم هذا النظام. عبد المجيد تبون في تصريح من تصريحاته التاريخية يقول لك أن الجزائر هي أول بلد والبلد الوحيد اللي ينتج أقلام الأنسولين والكاشف عن السكري اللي اكتشف منذ عشريات، هو والأنسولين واستعمالها وإنتاجها. معناتها هذه الأكذوبة وصلنا الآن المستوى في بعض الأحيان ربما كانت مغالطات تاريخية، كانت أرقام فلكية، ربما لابد من الناس يعرفوا هذه الأمور. قضية المستثمر الماليزي وال20 مليار دولار، لكن قضية أن الجزائر البلد الوحيد أول بلد يعني ينتج أقلام الأنسولين، هذه صراحة طفل صغير يعني ما زال حتى لم يبدأ دراسته ممكن أنه يفكك هذه الأكذوبة وهذه الرواية. هذا هو وضع الجزائر اليوم. لا حاجة للدخول في الأوضاع الاقتصادية، لا حاجة في الدخول في الأوضاع الاجتماعية داخليا. قضية منحة السفر، القوانين التافهة اللي النظام الجزائري يعمل عليها اليوم، لا حاجة للحديث على صورة الدبلوماسية الجزائرية، لأنه بتصريح بسيط مثل هذا تكشف يعني عن حقيقة هذا النظام المتعفن الذي يحكم الجزائر. وعلى الرأس هذا يعني من هو في الهرم السلطة ظاهريا، حتى وإن كان صورة بطبيعة الحال لنظام